1922 في ساحل العاج في غرب أفريقيا، أسرة مكونة من أب وأم وابنهم الصغير. الولد في يوم من الأيام كان يلعب قدام البحر ومعين من الله خير وأموره طيبة ومستانس. تجيك حملة فرنسية كاملة أسطول بحري، شافوا الولد هذا يلعب في البحر، مسكوه حطوه في مزارع فرنسا وشغلوه بالسخرة بدون مقابل. الولد هذا كان واحد من أصل المئات أو مئات الآلاف من ناس تم استعبادهم بالغصب بعد 100 سنة من الكلام هذا. يجيك صحفي فرنسي يقول لك والله أنا ضد استضافة قطر لكأس العالم. طيب ليش يا حبيبنا؟ يقول لك في عمال ماتوا أثناء بناء ملاعب كأس العالم. عندك دليل؟ لا. طيب والناس اللي ماتوا في البحر لما خذيتوهم من بلدانهم وفريتوهم في فرنسا، هذيل شو هذيل؟ وش بشر هذيل؟ ولا يجيك استرالي يقول لك نفس الكلام. يا حبيبي انتوا قتلتوا السكان الأصليين لأستراليا. والله لا تعليق صراحة.